قبل ما يكون لي أي اهتمامات بالدين بالمرة من 30 سنة. كان كل تفكيري يوميها تفكير علمي مادي، وكنت مبتعد عن الدين، وكنت اهتماماتي مختلفة تماما. يوميها حصلت الحكاية الغريبة دي. أنا يوميها كان من عادتي إني أسهر بالليل لساعة متأخرة وأنام، وبعدين أصحى متأخر. فيوميها التليفون رن بدري، بشيل السماعة بقول ألو وأنا بتاوب. بصيت لقيت المرحوم جلال العشري الناقد المعروف بيقول لي: الله انت نايم؟ لا انا متاسف، انا صحيتك خلاص هكلمك تاني. قلت له: يا اخي ما خلاص صحتني، ما تكلمني بقى. قال لي: لا خلاص بقى معلش انا متاسف. وراح حط السماعه، وانا حطيت السماعه ونمت فورا. وحلمت بالاتي، حلمت اني بشوف الله يرحمه جلال العشري ماشي في شارع سليمان باشا، ومعاه الزميل شوقي عبد الحكيم، وده كان زميل في مجلة صباح الخير واحد كتابها اياميها. والاتنين قاعدين يتكلموا كلام جد قوي، انجليزي كده ونقد ومش عارف ايه وكتب وحاجات بالشكل ده. المهم صحيت زي العاده متاخر، وبعدين اول حاجه ضربت التليفون لمرحوم جلال العشري. قلت له: يا اخي تصور ان انا حلمت بيك. فقال لي: ايه حلمت بيا ازاي؟ قلت له: شفتك ماشي في شارع سليمان باشا مع شوقي عبد الحكيم وبتتكلموا في كذا كذا ومش عارف ايه. بصيت لقيته هتقع من ايده السماعه. قال لي: ازاي؟ مش ممكن، ده حصل ده بالظبط في نفس اللحظه دي. انا كنت ماشي مع شوقي عبد الحكيم وكنا بنتكلم ونقول الكلام اللي انت بتقوله ده. انا بقى طبعا اللي جالي ذهول اكتر، وفعلا وقعت السماعه من ايدي، وابتدت عندي دوامه من اعاده النظر في كل شيء. معنى كده ان انا شفت من غير عينين وسمعت من غير اذن. طب ازاي حصل؟ انا يوميها ما كانتش اهتماماتي دينيه ابدا، فكان اهتماماتي كلها بالكتير بقى مسائل زي الثيوسوفي واليوجا، واعرف ان الثيوسوفي واليوجا بالذات تناولت هذه الموضوعات. فعكفت على كتب الثيوسوفي وقريت الموضوع، فقال لك ده اسمه الجلاء البصري والجلاء السامعي، وان فيه ممكن تمرينات ورياضات تقوي هذه الموهبه. عظيم. انا ما اكتفيتش بالكتب ورحت للسفير الهندي يميها كان اسمه ابابانت، كلمته في الموضوع وقال لي على تمرين ونصحني بكتب عن المديتيشن والكونسنتريشن، وان الكتب دي ممكن الاقيها في لندن. فسافرت لندن ورحت المكتبه دي، مكتبه قديمه جدا فيها كتب عتيقه تراب مغطيها وكده، وقعدنا ندور لغايه ما لقيت الكتب. كنت مبسوط جدا. وبعدين بقول للبياع: ايه رايك في الكتب دي؟ كان راجل انجليزي كده يعني دمه خفيف. قال لي: بيني وبينك الكتب دي كلها كلام فارغ، ما تسواش 3 مليم. انا مش عارف انت دفعت فيها الثمن ده ازاي، ولا الناس بيجوا من اخر الدنيا يشتروا الدشت الفارغ ده ازاي. النهايه هذه الكتب كانت في المديتيشن والكونسنتريشن، في تقويه امثال هذه المواهب. نفذتها كلها بالحرف، والنتيجه صفر وفشل كامل. ولم أستطع أني أستعيد هذه التجربة بالمرة أو أني أقوي هذه الموهبة، وما تكررتش. أنا أشك في إمكانية أن الإنسان بالإرادة يقدر يخضع هذه الظواهر لأمره بحيث أنها تيجي على مزاجه. ممكن يفتح دكان بخت وبتاع وشركة تنبؤات، ده كلام فارغ. لكن كون انها ظواهر بتحصل، بتحصل. هذه الظواهر لا علاقة لها بالمرة بانهم يقولوا على فلان عنده شفافية، فلان ده صالح، فلان مكشوف عنه الحجاب. كل ده بكش. دي بتحصل لكل الناس، وهي ده نوع من الرزق اللي ربنا يبعته لكل خلق الله، من كل الناس، من كل الملل، وناس بلا ملة. وكمثال الفرعون اللي القرآن حكى عنه، واللي حلم بمستقبل مصر لمدة 7 سنين. طيب ايه حكمة هذه الظواهر؟ الحكمة واضحة، إن ربنا بيوارب الباب للبعض، وإنه بيفوت معلومة من حين لآخر. هي رحمة من رحمات ربنا ولطف من ألطافه، إن هو يحاول يستدرك بعض الناس بلطف بهذه الأسرار الغيبية، وبيقربهم لحاجات كانوا بيستعجبوا لها. يعني بيقرب ربنا، ده نوع من اللطف الإلهي، يحس إنه هو
يفوت معلومة الإنسان مبتعد فيقربه. وبشكل آخر أحيانا بتكون ابتلاءات وفتن، وأحيانا أو دائما هي إقامة للحجة. ربنا بيقيم حجته على جميع الناس، عشان يوم القيامة لما واحد يقول وأنا عرفني معقول هصدق كتب، يوم ربنا يفكروا باليوم ده لما وريتك بنفسي كذا كذا كذا. ربنا بيقيم حجته على كل الناس، أو يستدرج البعض منهم والمبتعد إلى القرب وإلى إعادة التفكير وإلى إعادة النظر. أو هي أحيانا بتبقى ابتلاءات وفتن تؤدي إلى أن الشخص يتصور أنه بقى شيخ ويضرب قبة ويبتدي يسترزق من الحكاية دي، يقول لك أشوف الحجاب، أكشف الحجاب والحاجات دي. طبعا أنا عارف السؤال اللي أنتم عاوزين تسألوه دلوقتي، يعني عاوزين تقولوا طيب أنت بعد ما هذا المشوار اللي عملته في الدين وأصبحت دلوقتي تفكيرك ديني من أوله لآخره، يعني هل تعتقد أن ممكن الطريق الديني أو الاجتهاد في العبادة ممكن ينمي هذه المواهب؟ أنا أجاوبكم، أنا أقول لكم نعم، فعلا الاجتهاد في العبادة فعلا بينمي هذه المواهب وبيفتح العين الداخلية للعابد. لكن العابد الحقيقي لا يفكر أبدا في المسائل دي، لا هو عاوز يمشي على المية، ولا عاوز يفتح دكان بخت، ولا عاوز يعرف سعر الدولار بكرة هيبقى كام، إنما هو بيعبد لوجه الله سبحانه وتعالى ولا يفكر إلا في الله سبحانه وتعالى. والعابد الحقيقي لما يلاحظ هذه الظواهر بتحصل له يخفيها ولا يعلنها، وإذا حصل العكس وابتدى يرتزق بيها ويقولها ويعلنها ويتباهى بيها والحاجات دي كلها، بتكون النتيجة الإبعاد والعياذ بالله. يعني ممكن ينتهي إلى الطعن في دينه من أوله لآخره، لأنه هو يبقى في سعادة نفاق مش دين، ويبقى نوع من استرزاق بس بوسائل إلهية، معناها أنه بيستعمل أعلى المواهب لأخس الأغراض. الشطر الأول من السؤال، هل تؤدي الاجتهاد في العبادة إلى تنمية هذه المواهب؟ أقول نعم ومؤكد، لكن العابد الحقيقي لا يستهدف إطلاقا هذه الأشياء، وإذا استهدفها يبقى ضد الدين بالدرجة الأولى. طبعا عاوز أكد برضه أن بالذات المنهج الإسلامي أو الطريق الإسلامي هو الصراط المستقيم إلى المعارف العالية دي، وهو يمثل أقرب الطرق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى.